انه في دعوة تم تحريكها ولسه لم نستدعى اليها بشكل رسمي، واحنا جينا النهارده حضرنا التحقيق، وكابتن احمد حسام وضح تماما موقفه وانه بيحترم الرجل وبيقدره. وحصل مفارقة لطيفة جدا اثناء التحقيق وفي حضور المحقق انه تم وجود رسالة بمحاولة اختراق حساب الكابتن احمد حسام، واثبتناها وطبعناها واثبتناها جوه محضر التحقيق، واثبتنا المكان اللي هو طالع منه وهو في الموسكي، وهي محاولة لاختراق جديدة. وده وضع طبيعي جدا بيحصل مع الناس المشاهير. الناس دي مختلفة عننا، الناس دي بيبقى عندهم ملايين المشاهدين، وفي ناس والوضع ده بيبقى وضع طبيعي جدا، مش أول ولا آخر محاولة لاختراق حساب أحمد حسام ميدو. وإن شاء الله ما فيش أي مشكلة وما عندناش أي تصعيد إلى أن إحنا وضحنا الصورة للحاج عامر، وإن شاء الله الصورة توصل له بمنتهى الوضوح. وان شاء الله باذن الله يكون موضوع القضايا والكلام ده خارج نطاق الاسره الرياضيه بالكامل باذن الله.